يا صباح الفل والياسمين على احلى متابعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بتعملي ايه يا ساميه النهارده؟ انا بغربل غله يا جماعه علشان انا عايزه اعمل دقيق، اطحنها دقيق. هنا ما في الارياف ما فيش دقيق بيتباع غله كده، يعني لازم يبقى عندك الغله. ان كنت زارعه بقى خير وبركه، مش زارعه بتشتري زي حالاتي كده. فانا اشتريت كيله، الكيله دي يعني 12 كيلو. طبعا كل ده انا كنتش اعرفه، لا عرفته لما جيت هنا. فانا اشتريت كيلة 12 كيلو، ودلوقتي انا بغربلها اهو. طبعا هم اللي علموني الغربله وعلموني كل ده، ما كنتش اعرف حاجه. وهظبط الدنيا بقى كده وارجعها الشكاره تاني وايه، واروح اطحنها عند الراجل الطيب السكره اللي هو البركه دوت عم بلبل، اللي انا رحت ايه، اللي متابعني، اللي انا رحت بيضت عنده الرز الفيديو اللي قبل اللي فات. رحت بيضت عنده شكاره رز شعير. هنا برضو الرز ما بيتباعش كده، لازم تشتري رز شعير وتبيضيه عندك. يعني بصراحة هنا في الأرياف كل حاجة لازم تبقى متواجدة في بيتك علشان تقدري تتعاملي، يعني تبقى متواجدة من اللي هي بقى ايه، من الصفر. ان كان بقى الغلة او الرز او الذرة او اي حاجة لازم تكون موجودة في بيتك. فعشان كده ما شاء الله كل بيوت الأرياف هنا مليانة خير ومليانة بركة. تمام تمام. طبعا هنا الفراخ مش مريحة، اللي بيطلع من الغلة هم ما شاء الله بينقوا اول باول، يعني مزهقني بصراحة. طيب هتعملي ايه تاني بقى يا سامية؟ تابعوني بس لحد اخر الفيديو علشان انا هعمل لكم جبنة قريش. يعني ايه، مش قادرة اقول لكم على جمالها وطعمتها يعني. بس حبيت الاول اغربل معاكم الغلة كده، ونصلي على النبي كتير مع بعض يا جماعة. ويا ريت تشجعوني لو انتوا معايا على اليوتيوب، الناس اللي بتابعني على اليوتيوب من بلاد العربية ومن جوه مصر وبره مصر، كلكم شرفتوني في القناة. الناس الجديدة، الناس القديمة طبعا دولت على راسي من فوق برضو مشرفيني وهم اللي مشجعيني. فياريت اللايك الحلو كده وتعليق حلو ليكوا منكوا، يعني علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس والكل يستفيد. تمام تمام. بالنسبة بقى للناس اللي على الفيسبوك دولت لسه ما شاء الله عليهم، يعني لسه جداد معايا على على الفيس. فان شاء الله باذن الله البيج بتاعتي تعجبهم ويتابعوني برضو، والاسره بتاعتنا تكبر على الفيسبوك ونبقى عيله واحده زي ما بيقولوا يعني. طيب هتخلصي بقى يا ساميه؟ هخلص. أنا طبعا معايا حد بيعلمني كل ده، يعني انا اصلا كنت اخر ما زهقت من العلام قلت لهم تعالوا غربلوها انتوا. قالوا لي لا، واحده واحده كده وهتيجي معاكي يعني. لحد ما الحمد لله اتمكنت منها. عقبال بقى الرح كده ادعولي علشان انا بعد ما هطحن الدقيق دوت هبتدي بقى ان انا ايه، اعمل لكم بقى فيديو خبيث كده بالنهار برضو علشان ايه الاضاءه تبقى حلوه. انا دلوقتي مش عارفه اصور لكم تحت عندي لان الاضاءه برضو مش قد كده يعني. فانا برضو بقدر الما يمكن يعني بحاول ان انا ايه اظبط لكم جوده الفيديو علشان انتوا تبقوا مستمتعين وانتوا بتتفرجوا يعني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انت عملتي ايه النهارده بقى يا ساميه؟ بصوا بقى، انا جبت 2 كيلو لبن. 2 كيلو لبن دولت يعني ازازه، هما بيبيعوا هنا ايه الازازه ال2 لتر، اللي هي ازازه الكوكاكولا او البيبسي او ايا كان، يعني ازازه 2 لتر. بيعبوها ويبيعوها. بيبيعوا ايه الازازه ب25 جنيه، وفي ناس بتبيعها ب30، يعني الكيلو في ناس بتبيعه ب12 ونص وفي ناس بتبيعه ب15 جنيه. فاللي انا جبته دوت ب12 ونص، يعني الازازه 2 لتر بكام؟ ب25. ليه انا بقى جبته في التوقيت ده؟ انا الفتره اللي فاتت مرضتش اعملها لان التوقيت دوت البرسيم الزرع، فالخير كتير بصراحة. احلى زبدة وقشطة ولبن تجيبيهم في موسم البرسيم. اللبن نفسه بيبقى طعمه حلو جدا، طعمه جميل. طبعا القشطة ما شاء الله بقى بقشطة، مش قادرة اقول لكم وش اللبن بيبقى عامل ازاي. الزبدة بقى يديكي بقى حتة زبدة نظيفة طعمها حلو. يعني كل اللي بيخزن بقى الزبدة بتاعته في الشتاء، وبالذات في شهر طوبة اللي هو في عز السقعة. كده انا خلصت خلاص اوام اركنها بقى على جنب والم حالي كده. واقول لكم هنعمل ايه. نشيل بقى كل الهيصه دي. بصوا بقى، دي حله اللبن اهي. انا حطيت فيها الازازه من بالليل يعني قبلها بيوم، وسبتها كده تروب لتاني يوم. هي قطعت رابط بقت كتله واحده. بصوا دي القشطه ما شاء الله مطلعه لي قد ايه بقى، يجي 400 جرام قشطه. 400 جرام يعني قربت توصل للنص كيلو، وهي اصلا 2 لتر لبن يعني. ودي الحصيره اللي انا اشتريتها قبل كده معاكم من السوق، فاكرين؟ من مشترياتي. وقلت هبقى اعمل لكم بقى اي جبنه وكده وقشطه وبتاع كده يعني. طب انا دخلتها الفرن ليه؟ ما سالتونيش بقى انا دخلتها ليه، هقول لكم. لازم انت خلاص اللبن ربى اهو، انت ما جيتيش جنبه، انت بتسيبيه كده من بالليل لتاني يوم او ممكن يومين لحد ما يقطع. تمام.
بتلاقيه ختم يعني بقت حته واحده، وفصل الشرش عن الجبنه، عن اللبن يعني. بتقومي بقى مسخنه فرن البوتاجاز او الفرن بتاعي دوت، تسخنيه قوي قوي، بعدين تطفي عليه، بعدين تدخلي الحله ساعه ولا ساعتين كده، تبص تلاقي الايه، الشرش بقى فصل بقى ميه، واللبن الرايب دوت اللي هو قطع دوت، الرايب دوت بقى قطعه واحده ماسكه نفسها كده. خلاص كده مفيش لبن هينزل معاكي خالص في الحصيره وانت شغال. بتجيبي طبق وبتفردي الحصيره كده زي ما انا عملت، وتقومي مفضيه ايه الحله فيها. ماشي، بصوا ميه بتنزل اهي، مفيش لبن خالص معاها، دي ميه شرش يعني اللي هو الشرش. وطبعا بترشرش شويه بقى ملح. انا يعني المفروض انا بعملهم بايديا، بس انا مرضيش، انا عملتها لكم بالمعلقه. وتبتدي بقى ايه يمين وشمال كده لحد ما تصفي الجبنه خالص، بتصفي ميتها وبتسيبيها كده بقى ايه حبه كده تصفي ميتها خالص. وبعدين بنعلقها من الجنب ده ومن الجنب ده. طبعا انا ما علقتهاش فوق عشان في دبان وفي طيور وبتاع، فنزلت علقتها تحت في المطبخ. وبعدين هكمل لكم ايه التصوير بيها برضو، وهستنى لحد اخر النهار كده عشان اقطعها معاكم، وهوريكم جمال الجبنه وطعمتها وحلاوتها، مش قادره اقول لكم نظافتها، كل حاجه كل حاجه. وهقول لكم برضو مقدار الجبنه دوت انا اشتريته قبل كده بقد ايه من بره. ما تنسوش بقى اللايك للفيديو بقى، ما تنسوش. بصوا اخر النهار جه اهو، يا دوبك انا لحقت والاذان بيدن المغرب بيقول الله اكبر قبل ما الليل يليل عليا وانا فوق السطح. طلعت بيها تاني والله يا جماعه، التصوير ده متعب جدا. طلعت بيها تاني عشان اصور لكم. بصوا بقى انا بقطعها اهو، بسم الله ما شاء الله، نقول بسم الله. حاجه زي السكر. عملت معايا قد ايه؟ واحد اتنين تلاته اربعه، المهم 6 قطع ولا 7 قطع. دولت انا بشتريهم هنا ب20 جنيه. بصوا القطعه ماسكه نفسها وكبيره مش صغيره. انا برضو هصور لكم من قريب علشان هنا برضو الاضاءه ما كانتش قد كده، خلاص النهار كان بيروح. ودوت الديل بتاع الحصيره يعني اللي هو ايه الفتافيت دي، دقتها كده سكر عسل. عسل، ولا تقولي بقى ايه متفرزه يعني فرزه. بصوا القطعه ماسكه نفسها ازاي، هوريهولكم من قرب. في بقى جبنه انتوا بتشتروها من بره بتبقى معموله بالمكن. بصوا بقى ده الشرش اللي طلع منها. الشرش ده طبعا استخداماته كتير، تعجني بيها قرص، تعملي بيها تخللي فيها، تحطي تغليه وتدفيه وتحطي فيه ملح، وتعملي فيه مخلل يعني. بصوا من كل ناحيه كلها فايده. وطبعا القشطه اللي طلعت ديت لو هتحوشيها بتعمليها زبده من 2 كيلو لبن. بصوا بقى انا كنت عملت صينيتين الكيكه دولت وما صورتهمش معاكم بصراحه عشان كنت مستعجله. بس المره الجايه باذن الله هبقى اقول لكم المقادير واقول لكم انا عملتهم ازاي، وازاي سويت في قلب الفرن اللي هو البلدي ده. يعني بصوا ما شاء الله عليه، وهعمل ازاي، الله اكبر عليها يعني، كانت زي الفل. بس هي ما تعرفوش كانت حامل ولا كانت ايه يعني، منفوخه، طلعت من الفرن منفوخه. بصوا بسم الله ما شاء الله قطعه الجبنه عامله ازاي، بصوا متماسكه ازاي، حاجه كده سكر ونضيفه وزي العسل. طبعا الولاد كانوا كلوا منها. المقدار ده يا جماعه انا اشتريته ب20 جنيه. طبعا المتقطع دوت اللي هو الديل بتاع الجبنه لما كنت بقطعها من اول السطر كده. يا رب بس الفيديو يعجبكم، ما تنسوش بقى باللايك والشير، واستنوني في فيديوهات كتير. باي باي.